مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم نشرة أخبار المساء أستهلها بالعناوين. وفد إريتريا يلتقي قائد تشاد. إصابة مواطن واحد بفيروس كورونا اليوم. تنظيم الشباب الإريتري في ألمانيا يعقد مؤتمره السنوي. مقتل العشرات في هجوم لمسلحين في شرقي الكونغو الديمقراطية. كوفيد يتسبب ببطء في الصادرات الصينية للمرة الأولى منذ عام 2020. وحظر التجول في عاصمة سريلانكا بعد صدامات خلفت 20 قتيلا. السلام عليكم ورحمة الله. التقى وفد إريتريا عالي المستوى المكون من وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يماني كبراب التقى في 9 مايو رئيس المجلس العسكري التشادي الجنرال محمد إدريس دبي وسلمه رسالة من الرئيس إسياس أفورقي. أعرب الرئيس إسياس أفورقي في الرسالة عن بالغ حزنه لوفاة الرئيس السابق إدريس دبي، وأكد استعداد إريتريا للدفع بالتعاون الثنائي والإقليمي مع تشاد. من جانبه شكر الجنرال محمد إدريس دبي مبادرة الرئيس إسياس أفورقي، مؤكدا استعداد بلاده لتعزيز علاقاتها مع إريتريا، وقدم شرحا للوفد الإريتري بشأن تطورات الأوضاع في تشاد وتعهدها للحوار الوطني الجامع. هذا وحضر اللقاء سفير إريتريا في السودان السيد عيسى أحمد عيسى. وكان الوفد الإريتري قد سلم من قبل رسالة من الرئيس إسياس أفورقي لرئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سيلفا كير ميارديت. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الإقليم الجنوبي أظهرت إصابة مواطن واحد من عرزة بفيروس كورونا. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9738، شفي منهم 9631 وتوفي 103 من المرضى، بينما يتلقى 4 الرعاية الصحية في المستشفى. وزارة الصحة 9 مايو 2022. عقد الشباب الإريتريون في ألمانيا مؤتمرهم يوم 30 من إبريل المنصرم في مدينة فرانكفورت بمشاركة أكثر من 100 شاب من مختلف المدن الألمانية. وقدم مسؤول الشؤون الشعبية والجماهيرية السيد كحساي تولدي في افتتاح المؤتمر قدم توضيحا عن أوضاع البلاد ودور الشباب، وقال إن المرحلة تتطلب من الشباب باعتبارهم متسلمو الأمانة تقوية التنظيم والتصدي. من جانبه شرح سكرتير الشؤون الشعبية والجماهيرية السيد فصوم سهلة دور الشباب في المرحلة الانتقالية. كما شرح قنصل إريتريا العام في فرانكفورت السيد كبراب تخسته أهمية التنظيم القوي عامة وفي المهام المرحلية على وجه الخصوص. هذا وقدم في المؤتمر تقريرا مختصرا عن نتائج مؤتمر شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة الذي عقد في روما الإيطالية من 14 حتى 18 من إبريل المنصرم تحت شعار إفريقيا الحرية والقيادة وأهدافها. انتقلت مدرسة إنجلعال الابتدائية في مديرية جلعلو بإقليم شمال البحر الأحمر إلى مبنى حديث في العام الدراسي 2021-2022، وبدأت بتقديم خدمات التعليم المتوسط. وقال مدير المدرسة الأستاذ عبد الله حسن إن المبنى الجديد المشيد لتقديم خدمات التعليم الابتدائي والمتوسط له فصول كافية ستحل مصاعب التعليم المتوسط ورفع نسبة المشاركة في التعليم بنسبة 60%. وشكر السكان الاهتمام الحكومي لبناء المبنى الجديد معربين عن ثقتهم لحل النواقص تدريجيا. هذا وبدأت مدرسة إنجلعال التعليم عام 1999 بعدد محدود من الطلاب، وتقدم الدراسة حاليا ل 124 طالبا بينهم 19 من الطالبات. عقدت ندوة في مدينة كران يوم 6 مايو حول كتاب عملية الكوماندو الإعجازية التي نفذت عام 1984. وأوضح السيد سلامون درار كاتب الكتاب التاريخي للعملية التي نفذتها القوات الخاصة للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا في مطار أسمرة
تدمير 33 طائرة للعدو الاستعماري الإثيوبي في عملية استغرقت 18 دقيقة، مناديا الشباب لتوارث هذه البطولات الإعجازية التي قام بها الشباب الإريتري والتعرف على تاريخهم والقيام بأبحاث بشأنه. وقال إن العملية الناجحة نتاج الدراسات الدقيقة والتنسيق بين الشعب والمناضلين، موضحا بأن تاريخنا هو تاريخ أجيال، وعلى الشباب المساهمة بالقراءة والبحث للحفاظ على هذا التاريخ وإثرائه. من جانبه أشاد مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة سيد أزازي برخة بالمهام التي تقوم بها كافة الجهات لتطوير الشباب، داعيا الشباب للاستفادة من الفرص المتاحة والمساهمة القوية للحفاظ على التاريخ الوطني وبحثه وحماية الهوية والتراث. وقال حاكم إقليم عنسب السفير عبد الله موسى إن تطور وازدهار البلاد يتحقق بالقدرات البشرية المؤهلة، داعيا الشباب ليكونوا منافسين وقراء كتب. مع فاصل قصير ونواصل الأخبار. قال 3 من قادة المجتمع المدني في الكونغو الديمقراطي إن عشرات قتلوا وفقد كثيرون بعد أن داهم مسلحون معسكرا للتعدين قرب بلدة مونغوالو في إقليم إيتوري شرقي البلاد. وأكد المتحدث باسم الجيش الكونغولي جولز نوغونغو وقوع هجوم دام في معسكر للتعدين بالقرب من مونغوالو، غير أنه لم يذكر عدد الضحايا. وأضاف أن الجيش يعمل ليل نهار للقضاء تماما على الجماعات المسلحة هنا في إيتوري. وأشارت تقديرات قادة المجتمع المدني إلى مقتل ما بين 30 إلى 50 شخصا، وقال أحدهم إن المستشفى المحلي يكتظ بعدد الضحايا. عرفت صادرات الصين في إبريل تباطؤا غير مسبوق منذ عام 2020 على خلفية الإغلاق في شنغهاي الذي يؤثر سلبا على النشاط وتشديد القيود الصحية في بكين. وكانت الصادرات الصينية تستفيد منذ سنتين بشكل واسع من حاجات بقية دول العالم إلى منتجات للوقاية من كوفيد-19 مثل الكمامات أو المعدات التي تسمح بالعمل عن بعد. ويواجه العملاق الآسيوي أيضا منذ أسابيع أكبر فورة وبائية منذ بدء الجائحة، مع حجر ملايين الأشخاص على عجل في نهاية مارس في شنغهاي عاصمة البلاد الاقتصادية. ففي الشهر الماضي نمت صادرات الصين بأبطأ وتيرة لها منذ قرابة العامين بنسبة 3.19%. أعلنت شرطة سريلانكا حظر تجول لأجل غير مسمى في العاصمة كولومبو إثر اندلاع اشتباكات بين أنصار الحكومة ومتظاهرين مطالبين باستقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا. وقالت السلطات أن 20 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على أنصار الحكومة الذين اخترقوا خطوط الشرطة لتحطيم الخيام التي أقامها المتظاهرون المناهضون للحكومة. ويتظاهر السريلانكيون منذ عدة أسابيع متهمين الرئيس راجاباكسا وشقيقه رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا بإدخال البلاد في هذه الأزمة ويطالبون باستقالتهما. سجل زلزال بقوة 6.3 درجة قبال السواحل تايوان على ما أفاد معهد الزلزال الأمريكي، في حين أعلن معهد الأرصاد الجوية في البلاد أن قوته بلغ 6.1 درجة فقط. وتسبب الزلزال باهتزاز الأبنية في العاصمة تايبيه. وذكر التلفزيون المحلي أن كل أرجاء الجزيرة شعرت بالهزة من دون أن تسجل أي أضرار على الفور. وتضرب تايوان ومحيطها زلازل بشكل منتظم بسبب موقعها عند تلاقي طبقتين تكتونيتين. وفي مارس الماضي ضرب زلزال بقوة 6.7 درجة ساحل تايوان الشرقي، ما أدى إلى انهيار جسر قيد الإنشاء في شرقي الجزيرة. ختاما سادتي لنشرة أخبار هذا المساء أعود فأذكر بعناوينها. وفد إريتريا يلتقي قائد تشاد.
إصابة مواطن واحد بفيروس كورونا اليوم. تنظيم الشباب الإريتري في ألمانيا يعقد مؤتمره السنوي. مقتل العشرات في هجوم لمسلحين في شرقي الكونغو الديمقراطية. كوفيد يتسبب ببطء في الصادرات الصينية للمرة الأولى منذ 2020. وحظر تجول في عاصمة سريلانكا بعد صدامات خلفت 20 قتيلا. انتهت نشرة أخبار المساء، شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.